شيخ كاظم مخططات خارجية كما قال الشيخ محمد البهادلي هي وراء من يخطط وينفذ. أنا مع جل احترامي محمد خوش ولدي صديق، بس محمد يأكد السعودية وقطر والإمارات، والله لا قطر ولا السعودية ولا الإمارات لها أي دور بالاختيارات. أنا شيخه بالجنوب وأنا رئيس تجمع منتخب من 77 عشيرة، ماكو كل دور، لا قطر ولا السعودية ولا الإمارات. البرياء براءة الذئب من دم يوسف. الذي يختال الشيوخ العشائر السنية والشيعية في جنوب العراق، واللي تم اغتيال 36 شيخ، واللي يختال البحثيين. أنا سويت كتاب اسمه رجال ومواقف في جنوب العراق. نعم. وحكيت على هاي الأعباء التاريخية. المسؤول الأول والمباشر إيران، المخابرات الإيرانية، الاطلاعات وفيلق القدس والسباه والأحزاب والميليشيات الظاهرة على الشارع التي تتحدث ولم يتم اعتقالها من قبل الحكومة، تهدد بضرب المملكة السعودية وغير السعودية. أنا الذي تتحمل المسؤولية مع احترام الشيخ محمد. قطر شنو قطر وشنو السعودية؟ وين جاي قطر؟ وعلمنا ولا واحد بشيوخ الجنوب له علاقة بقطر ولا بما فيهم أنا المتحدث. ما ألف اليوم ما قال لا واصل القطر ولا للسعودية ولا الإمارات. عمي المسؤول المباشر عن قتل الشيعة العرب والسنة في الجنوب المخابرات الإيرانية وعملاها داخل العملية السياسية وخارج العملية السياسية، والذين تغذيهم العملية السياسية بالعمال وتجندتهم لتصفية حسابات. وأنا يعني المالكي باختصار أنت متفائل بالمرحلة القادمة؟ لا متفائل. الآن راح يصير وهناك استهدافات أخرى. نعم، راح يصير استهدافات وقتل مرشحين وقتل نواب باغتيالات لبعض الشخصيات السنية. والآن مثل ما يتم اغتيال رجال دين وعلماء دين عند السنة ببغداد وبديالة وبأماكن أخرى واعتقال، خل يجب